5 استخدامات لwould في اقل من دقيقه. اولا would هي الماضي من will. فمثلا انا بتكلم مع ابني دلوقتي حالا، فاقول له I will buy you a laptop، يعني هشتري لك لابتوب. فانا بس غلطت وقلت الجمله دي. تاني يوم لقيته بيذلني بيقول لي Dad you said you would buy me a laptop، يعني انت قلت ان انت هتشتري لي لابتوب. يبقى الاستخدام الاولاني هي الماضي من well. الاستخدام التاني حاجه اسمها imaginary situations، يعني مواقف تخيليه. تخيل بقى يا مؤمن ان انا قلت لك لو معايا $1,000,000 كنت اشتريت تويتر من ايلون ماسك، فاقول كده if I had $1,000,000 I would buy Twitter. الاستخدام التالت بقى بنستخدمها في الطلب المؤدب. Would you mind opening the window please؟ بعد كده لما تيجي مع like would like معناها أود أو عايز، ولكن مؤدبة جدا. I would like to have pizza. بعد كده بنستخدمها عشان نعبر عن عادة في الماضي. فمثلا أنا كل صيف بحب أتمشى على البحر في الصبح، دي كانت عادتي. Every summer I would walk on the beach in the morning. الاستخدام الأخير بقى بستخدمها مع فعل wish علشان أقول أمنية في المستقبل. فمثلا أقول I wish my boss wouldn't give me so much work. I wish my boss wouldn't give me so much work. أتمنى إنه رئيسي في العمل ما يدينيش شغل كتير، وده مستحيل طبعا.